عملت ايه يا محمد رمضان؟ انت عملت ايه؟ انا امبارح نزلت فيديو كده اعلان للاغنيه اللي رايح اصورها دلوقتي، وصاحي متاخر على تصويرها والله، بس كان لازم ارد على بعض النقط اللي قريتها. فاك يو يا محمد بلجة، تتصور مع اسرائيلي يهودي؟ قال النبي ما خلا يهوديين بمسلم الا فكر في قتله. وبعض الحاجات الغريبه اللي لاحظتها، كتير جدا مش مصريين بيشتموني: انت خاين، انت مش حاسس بالغلابه، انت مش عارف ايه. كلام غريب جدا، وحق اهل بلدي عليا ان انا ارد. ما كنت انا نمبر 1، انا الزعيم، انا الالماني، انا على الكام نقطه اللي عايز اتكلم فيها منهم: انت مش حاسس بالغلابه فلازم تسند بلدك وتقف جنبها. لا، وانا لازم اسند بلدي واقف جنبها عشان ده حق بلدي عليا. يهود نص المصحف لا راس اليهود، وانت صرت تصور معاي يهودي وفارح حاضر لليهودي نادي على حضنه خاله اللي بسرعه يقول خاله. مش حاسس بالغلابه؟ لا، انا عشت 22 سنه في وسط الغلابه. انا راجل طالع من وسط الغلابه. انا راجل اتولد في منطقه اسمها الأصابجي جوه المنيب، عشت فيها 18 سنه، عشت 22 سنه لا املك جنيه في البنك. نسيت من هم اليهود يا انت؟ لك شعبيتك، انت الناس بيحبوك، لك صيتك، لك حبك في مصر بين الناس. تنزل من قدرك لا عند واحد اسرائيلي يهودي تنزل من قدرك لا عند يهودي، تتصور مع يهودي. احنا نشين نوري اليهود قدرهم، نشين نخذلهم ننذلهم، ما حد يرضى يتصور معاهم، ما حد يرضى يجلس معاهم، نعرفهم قدرهم، مش ان احنا نتصور معاهم ونصير حفلاتهم ويجوا حفلاتهم. نو غير اسمك محمد رمضان، ما تنساش اسم هذا، نسميك دونييل كان خارفو. محمد رمضان اسم يعني هذا اسم واحد، اسمك من اليوم كرخاف جنكول اللي بيو. غير اسمك. مكنت انا البرنس، وثقتي بالله سبب نجاحي. فاك يو. لا تعرف الله، لو تعرف الله ما تتصور مع يهودي اسرائيلي. اي حين نتصور مع اليهود، اي حين نصير حفلاتهم، اي حين جو حفلاتنا. عندما اليهود لا بيآذوا المسلمين ولا المسلمين بيآذوا اليهود، كل واحد في حاله، كل واحد بيعمر بلاده، كل واحد في حال، لكم دينكم ولي دين. اما اذا كانوا بيقتلونا، بيغتصبوا اراضينا، مغتصبين للقدس، نتصور معاهم ونفرح بهم ونفتخر بهم. عليك خنيف يهودي نوريهم قدر ندعسهم. انت من مصر ام الدنيا، مصر اكثر شعب يكره اليهود، مصر اكثر شعب قاتل اليهود. نسيت الشهداء المصريين الذي قاتلوا اليهود. مصر اكثر شعب بيقاتل اليهود ويكره اليهود، وانت تشوه سمعه المصريين. نو، انت لا تمثل مصر، ومصر ام الدنيا وبيكرهوا اليهود وسيظلوا يكرهوا اليهود، وهم مع القضيه الفلسطينيه واكثر شعب مع القضيه الفلسطينيه. نمبر 1 اما انا لا ندخلك نمبر 1 المركزي. قال لك نمبر 1. الان تطلع فيديو وتعتذر وتقول انا ضد اليهود وانا مع القضيه الفلسطينيه وفاك يو لليهود، وتشطب للجنكيز خان. ما دخل جنكيز خان. بكره اسرائيل وبقولها لو اسال ان شاء الله موت قتيل او فعلوا اشتراك، فعلوا الجرس، وفاك يو لاسرائيل، فكوا والديهم.